في مقطع اليوم سنقوم بقرعة افتراضية لدور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بطريقتنا الخاصة. قبل أن نبدأ المرجو أن تساعدنا بالضغط على زر اللايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم. هنا في هذه الدائرة لدينا 8 فرق. الفرق التي تأهلت كمتصدرة لمجموعاتها. سنقوم بالسحب لنتعرف على ترتيب المباريات على التوالي، فهيا بنا لنبدأ في السحب. إذن الفريق الأول معنا هو ريال مدريد، بطل المسابقة في الموسم الأخير وحامل اللقب 14 مرة. الفريق الثاني الآن إذن الفريق الثاني هو مانشستر سيتي الإنجليزي، الفريق الذي يريد الكل الابتعاد عنه. لا أحد يريد مواجهة مانشستر سيتي في دور الستة عشر. نمر لسحب الفريق الثالث الآن. إذن الفريق الثالث معنا هو فريق بورتو، من أسهل الخصوم المتواجدة في دور الستة عشر. إذن نمر لسحب الفريق الرابع. من سيكون؟ إذن بايرن ميونخ إذن هو الفريق الرابع معنا. فريق صعب جدا بايرن، لا أحد يريد مواجهة هذا الفريق. قيمة بايرن ميونخ مثل مانشستر سيتي وريال مدريد، لا أحد يريد مواجهة هذا الثلاثي. نمر إلى سحب الفريق الخامس. إذن بنفيكا خصم صعب، تأهل في المركز الأول على حساب فريق بي اس جي في مجموعة صعبة تضم اليوفي، رغم أن اليوفي لم يكن في مستواه المعهود. بقي معنا 3 فرق الآن وهم توتنهام، نابولي وتشيلسي. سنتعرف على الفريق السادس. إذن فريق نابولي هو الفريق السادس، فريق صعب للغاية، تصدر مجموعة صعبة أمام ليفربول. إذن الفريق السابع هو توتنهام بقيادة هاري كين. حاليا لا يقدم أداء جيد، لكن لا يزال الوقت متاحا أمامه للتدارك. فبعد التأهل بصعوبة من مجموعة سهلة نسبيا، أنطونيو كونتي عليه تحسين الأداء إذا أراد الذهاب بعيدا في المسابقة. بقي فريق واحد معنا وهو تشيلسي الإنجليزي، فريق صعب للغاية رغم أنه غير المدرب توخيل الذي كنت أراه مدرب صعب الفوز على توخيل. حاليا تشيلسي مع جراهام بوتر ليس في أفضل الأحوال، لكن سنرى ما يمكن أن يقدمه في المباريات القادمة. الآن نمر لسحب الفرق التي تأهلت في المركز الثاني لنتعرف على المواجهات القادمة. أظن أن الجميع يعرف الشروط، لكن لا بأس من التذكير. أولا، الفريقان اللذان كانا في نفس المجموعة لا يمكن أن يواجها بعضهما البعض. ثانيا، الفرق التي تنتمي لنفس الدولة لا يمكن أن تواجه بعضها البعض. على سبيل المثال، بروسيا دورتموند لا يمكن أن يواجه بايرن ميونخ لأنهم من نفس البلد. دون الإطالة هيا بنا لنبدأ في السحب. ريال مدريد سيواجه في المباراة الأولى فريق بروسيا دورتموند. مواجهة نارية ما بين بروسيا دورتموند وريال مدريد. ستكون المواجهة صعبة للغاية. بروسيا دورتموند يأمل في عودة الهداف سيباستيان هالر قبل موعد مباريات دور الستة عشر، لكن ريال مدريد يبقى الأكثر حظوظا للتأهل طبعا. المباراة الثانية ستكون ما بين السيتي وفريق بي اس جي، مباراة قمة دور الستة عشر. البي اس جي يواجه السيتي في مواجهة تكررت كثيرا في المواسم القليلة الأخيرة، وقد تكون أحد أقوى المواجهات في دور الستة عشر إذا حصلت بالفعل. في المواجهة الثالثة لدينا فريق بورتو. بورتو سيواجه بورتو، حقيقة فريق ضعيف، هنيئا لمن سيواجهه. ليفربول أمام بورتو، رغم أنه جاء في المركز الثاني فريق ليفربول خلف نابولي، لكنه محظوظ. فريق ليفربول محظوظ مثل الموسم الماضي، سيواجه أحد أضعف الفرق الثمانية التي تأهلت كمتصدرة للمجموعة. والآن سنتعرف عن الفريق الغير محظوظ الذي سيواجه فريق بايرن ميونخ العملاق البافاري. من فرانكفورت نادي ألماني
بما أن فرانكفورت فريق ألماني فسنعاود السحب مرة ثانية. إذا ميلان، البيج ميلان في مواجهة بايرن ميونخ، مواجهة قوية، مواجهة كبيرة، مواجهة تاريخية. ميلان بطل إيطاليا في مواجهة العملاق البافاري بطل ألمانيا، مباراة ثأرية للألمان، خاصة وأن فريق ميلان دائما ما يفوز على البافاري وكعبه أعلى في تاريخ هذه البطولة. الميلان فاز 5 مرات وبايرن ميونخ لم يفز إلا في مباراة واحدة، وكان التعادل في مباريتين. لكن رغم ذلك أراها مباراة في المتناول بالنسبة لرجال المدرب جوليان ناغلسمان. يتبقى معنا 4 مواجهات، والآن سنتعرف عن خصم بنفيكا. لا، ليس كلوب بروج بل اربي لايبزيش. اربي لايبزيش بنفيكا، مباراة جميلة جدا. أنا أراها فرصة ذهبية، فرصة كبيرة لكلا الفريقين للتأهل للدور الثمانية. للتذكير أنه نابولي لا يمكن أن يواجه إنتر. نابولي أمام فرانكفورت، مهمة صعبة جدا للنسور أمام الفريق الإيطالي الذي يقدم عروضا رائعة. فرانكفورت فريق يعرف كيف يلعب المباريات الكبيرة بطريقة جيدة جدا، خاصة على أرضية ميدانه. جماهير فرانكفورت جماهير متحمسة، والفوز على فرانكفورت في أرضه أمر صعب للغاية لكل الفرق الأوروبية. أتمنى أن أرى هذه المباراة في الواقع، أتمنى أن تحصل في القرعة الحقيقية بالفعل. إذا تبقى معنا مواجهتين، سنعرف من هو خصم تشيلسي وتوتنهام. إذا توتنهام يواجه إنتر وتوتنهام، أرى أنها مباراة جد متكافئة، ولا أظن أبدا أنها ستكون مباراة ممتعة نظرا لطريقة لعب الفريقين. أتمنى أن لا تحدث في الحقيقة أخيرا يبقى معنا خصم وحيد وهو كلوب بروج الذي سيلعب أمام تشيلسي. طبعا مباراة سهلة على الورق لفريق تشيلسي، رغم أن بروج فريق جيد ويقدم كرة قدم حديثة. شاهدناه في المباريات الأولى من دوري أبطال أوروبا، قدم مباريات جيدة رغم أنه كان أمام فرصة لتصدر المجموعة لكنه ضيعها، والآن هو أمام واحد من أصعب الفرق الموجودة في أوروبا إذا كان في أفضل أحواله. رغم أن تشيلسي لا يمر بمرحلة جيدة مع غراهام بوتر، لكن أتوقع أن يتحسن مع مرور المباريات وسيتمكن من التأهل إلى الدور المقبل. إذا كانت هذه المواجهات 8 التي سحبناها في قرعتنا الافتراضية. في انتظار القرعة الحقيقية لنتعرف عن المواجهات 8. اكتب لنا في قسم التعليقات من هي المواجهة التي تريد أن تراها في دور 16. إلى هنا نصل إلى نهاية المقطع. إلى اللقاء.